اليوم عندنا احسن بسبوسه غادي تذوقوها في حياتكم، رطبه خفيفه معسله وكتذوب في الفم. غادي نحضروها بنكهات مختلفه وراها ما كتجيش زوينه غير في الشكل، راه المذاق ديالها ما كيتنساش. هاد البسبوسه غادي تنسيكم في كاع البسبوسات اللي كتعرفوا. سجلوا الوصفه والمقادير حتى انا متاكد غادي غير تكملوا الفيديو غادي تنوضوا للكوزينه تجربوها. غادي نبداو بالسيرو اللي غادي نسقاو به البسبوسه. هو الاول اللي فيه كاس ديال السكر ما يعادل 200 غرام ديال السكر، وكاس ونص ديال الماء ما يعادل 250 مليلتر ديال الماء. وغادي نكهو السيرو ديالنا بالفاني، او ممكن تستعملوا ما ورد ما زهر، حتى هما كيجيو غزالين بزاف مع البسبوسه. كيبقى على حسب اختياركم، اما الفاني اما ما ورد او ما زهر. كناخذوا طنجره نحطوها على نار متوسطه وننزلوا فيها السكر والماء والفاني ونخليهم يغليو واحد 8 ديال الدقائق، ونحطوا السيرو على جنب نخلوه يبرد. ما كندخلوش الثلاجه، خلوه غير على برا. ونبداو بمقادير البسبوسه اللي بسيطه واقتصاديه. غادي نحتاجوا لزوج كيسان ديال السميده رقيقه ما يعادل 250 غرام، ربعه ديال السميده رقيقه، وكاس ديال السكر ما يعادل 200 غرام، نص كاس ديال الكوك جوز الهند ما يعادل 50 غرام، وكيس ديال خميره الحلوى او 7 غرام ديال البيكنج باودر. كناخذوا زلافه ننزلوا فيها السميده هي الاولى، نزيدوا السكر والكوك والخميره، نخلطوهم خلطه خفيفه ونخلوهم على جنب. وندوزوا للمكونات السائله اللي غادي نحتاجوا فيها زوج بيضات والفاني، فاني سكر او باودر او فاني سائل اللي موجود عندكم، وكاس ديال الياغورت، ياغورت طبيعي عادي ما يعادل 180 مليلتر ديال الياغورت، وكاس ديال الزيت، زيت نباتي عادي حتى هو 180 مليلتر. كنزلوا البيض في زلافه هو الاول، نزيدوا عليه الفاني، نزيدوا الزيت والكاس ديال الياغورت، وكنخلطوا كلشي مزيان حتى كيندمجوا المكونات كامله مع بعضياتها، وكيولي عندنا خليط متجانس بحال هذا الشكل. القوام ديالو كيولي بحال القوام ديال المايونيز. كنزيدوا عليه الخليط ديال السميده، وغير بالخلاط اليدوي كنرجعوا نخلطوا كلشي مزيان حتى كتدخل عندنا ديك السميده في الخليط ديال البيض. وكنحصلوا على مزيج بهذا القوام، ما كيكونش ثقيل بزاف وفي نفس الوقت ما كيكونش جاري. وكناخذوا قوالب ديال الكيك صغار بحال هذا الشكل، القوالب ديال الكاب كيك اللي كيكونوا مصنوعين من ورق الطبخ، او ممكن تستعملوا قوالب عاديه ديال الزاج، القوالب ديال الكريم كراميل، اي قوالب صغار كاينه عندكم. وراه ماشي بالضروري تحضروهم صغار، راه نفس الخليط ممكن تحضروا به بسبوسه كبيره وكتجي حتى هي لذيذه وخفيفه وهشيشه بزاف. القوالب الفرديه هنا كنعمروا غير النص ديالها، حيت الخليط عندنا فيه خميره الحلوى، يعني البسبوسه راه غادا تطلع من بعد. من بعد ما كنعمروا النص ديال القوالب كنضربوهم مع الطاوله بهذا الشكل باش تطلع عندنا البسبوسه مقاده من الفوق، وكندخلوهم للفران يكون سخون مزيان على 180 درجه. كياخذوا تقريبا ما بين 20 حتى ل 25 دقيقه على حسب النوع ديال الفرن. ومني كنخرجوهم من الفرن هذا هو الشكل ديالهم تبارك الله، كيجيو محمرين والريحه ديالها بوحدها كتشهي. وغير كنخرجوها من الفران وهي مازال سخونه غادي نسقيوها بالسيرو بارد. والسيرو راه كنخليوه يبرد غير في درجه حراره الغرفه، ما كتدخلوش الثلاجه. الا دخلتو الثلاجه غادي يولي ثقيل عندكم بزاف والبسبوسه ما غاديش تشربوا بالزربه. والسقي راه كتزيدوا القياس على حسب الذوق ديالكم، تزيدوا غير شويه ديال السيرو ولا تزيدوا تسقيوها مزيان باش تجي بحال البسبوسه التركيه. التركيين كيسقيو البسبوسه ديالهم بزاف، فهذا كيبقى على حسب الذوق ديالكم. ومن بعد ما كنسقيوها كنخليوها على جنب حتى كتبرد، وكندوزو باش نحضروا التوبينغ. انا عمرتها من الفوق بالقشطه الكذابه. القشطه الكذابه هي قشطه مغشوشه كنصاوبها غير في الدار بمكونات عاديه. غادي تحتاجوا فيها 4 لتر ديال الحليب مع نص كاس ديال السكر وشويه الفاني ومعلقه كبيره ديال النشا. كنديروهم كاملين في طنجره وكنحركوهم مزيان حتى كيذوب عندنا النشا في الحليب، وكنحطوهم على نار متوسطه وكنبقاو نتحركوا حتى كيتجمع عندنا الخليط وكيتقال. غير يبدا يغلي بهذا الشكل نزولوه من على النار ونحطوه على جنب حتى يبرد، نخليوه حتى يبرد مزيان. ملي كيبرد راه كيتجمع وكيقساح وكيولي بهذا الشكل. غادي نزيدو عليه زوج معالق ديال الجبن الكريمي، اي نوع ديال الجبن الكريمي ديال الحلويات، المهم ما يكونش مالح، وكيس ديال الكريم شونتي بودره، وكاس ديال الحليب بارد من الثلاجه. الحليب ضروري يكون بارد مزيان.
والخليط الاول حتى هو ضروري يكون بارد، من الاحسن انكم تبردوه في الثلاجه. وكناخذوا خلاط كهربائي ونطربوا كلشي مزيان حتى كترطاب عندنا الكريمه وكتولي بهذا القوام ديال القشطه. كنزيدوها من فوق البسبوسه، طبقه خفيفه ديال القشطه المنزليه، وغادي نزيدو لي طوبينغ ديالنا من الفوق. الشكل الاول انا زدت عليه البيستاج باش نحصلوا على بسبوسه بنكهه شرقيه. الشكل الثاني درتو بسكويت اللوتس، او ممكن تستخدموا اي نوع ديال البسكويت اللي كيعجبكم، اوريو، بسكويت ديال القمح اللي متوفر عندكم. والشكل الثالث درتو غير بالشوكولات الابيض والشوكولات نوار مقشرين بهذا الشكل. كتزيدوا هذيك لي طوبينغ من الفوق، وهنا نعم سيدي ونعم لاله، بسبوسه دايزها الكلام، انيقه ولذيذه في نفس الوقت، سهله مهله في التحضير، وغادا تنجح معكم من اول تجربه. وهذه كانت الوصفه ديال اليوم، نتمنى انها نالت اعجابكم. ما تنساوش تشاركوا الفيديو مع الناس اللي عزاز عليكم، وانا نلقاكم في الفيديو القادم ان شاء الله. نهاركم مبروك، السلام عليكم.